السلام عليكم. لو اتأخرت الشرطة المدرسية هتنفخك. لو جرى حاجة الشرطة المدرسية هتعمل لك كل حاجة. لو حاجات كتير قوي بقينا نتفاجئ بيها ببداية العام الدراسي الجديد. ايه حوار الشرطة المدرسية وليه كده وازاي ومين دول وايه سلطتهم وايه رتبتهم وايه الليلة اللي هم عاملينها ما تعرفش. مهم، اتفاجئت امبارح للاسف الشديد شابين او طفلين فاتحين لايف تيك توك من داخل الحصه او من الفصل. زي ما احنا شايفين طبعا التليفونات او دخول التليفونات للفصول دي كارثه على جنب. نتمنى طبعا وزير التربيه والتعليم يشوف حل فيها، او على الاقل يبقى ما يمنع كل التليفونات مبدئيا من المدارس، زيها زي الجيش، زيها زي اي مكان. معلش الساعتين او 3 4 ساعات اللي الطفل بيكون فيهم في المدرسه خلاص الشركات مش هتقف. فاتفاجئنا بطفل طالع لايف من قلب المدرسه، وده للاسف الشديد ده منظر لا يليق بينا اطلاقا. الطفل اللي طالع لايف على التيك توك من قلب الحصه ومن قلب الفصل، فاضل ايه تاني عشان خاطري؟ وعلى التيك توك اللي هو كله رقصات وكله زفت. المهم، في قصه او حوار الشرطه المدرسيه. الشرطه المدرسيه دي بتكون زي ما احنا عرفنا، تكون مجموعه من الشباب او مجموعه من الطلاب بينقوا الطالب اللي هو جته او الشاب اللي هو جسمه شايله. معرفش فيها وسايط ولا لا. المهم، اللي انا شايفه ان الموضوع مأفور وواخد اكبر من حجمه بكتير. الشرطه المدرسيه المفروض تكون موجوده فعلا، ودورها مهم جدا لضبط المدرسه وضبط سلوك الاطفال وضبط الفصول وضبط التصرفات، والحاجات دي كلها حاجات جميله جدا ومهمه جدا. ولكن اللي بقينا بنشوفه على السوشيال ميديا او اللي احنا بنسمعه للاسف الشديد على السوشيال ميديا، بتحس ان شباب عندهم نقص بيطلعوه على زمايلهم، والموضوع ده هيربي عداوه للتلاميذ بعد كده. يعني مثلا انا كشاب داخل الشرطه المدرسيه او معايا سلطه ان انا في الشرطه المدرسيه، ممكن امسك شاب اقعد بقى اقول عنه ان هو مش عارف كان بيعمل ايه والكلام ده كله، اهدده واعمله واسويه وارجعه وما يدخلش المدرسه. معايا سلطه اللي هو لو شاب داخل بحظاظه ارجعه، ممكن اخدها منه، ممكن اقلعها له، ممكن اعديها له، ممكن يرشيني بسندوتش مش عارف ايه. فاحنا ادينا الموضوع اكبر من حجمه للاسف. وللاسف ده غلط ومش صح ومش قانوني. ما فيش وزير التربيه والتعليم ما فيش في اي بند في اي قانون في الدنيا ان يبقى في شرطه مدرسيه من الاطفال. يعني قصه الشرطه المدرسيه دي حاجه احنا متكررينها مع بعض، فبلاش نأفور فيها، بلاش نزود فيها. يا ريت المدرسين يقوموا بدورهم، بلاش طلاب خالص في الشرطه المدرسيه. المدرسين لو قاموا بدورهم هيلغوا الطلاب. للاسف الشديد ظاهره وسيئه جدا جدا.